الزمالك يهدر اسهل فوز كان خارج ملعبه النهارده. طريقه فيريرا لا انت تعرفها 4-3-3 ولا تعرفها 4-5-1. حتى بعد خروج شيكابالا ونيمار ما تعرفش الطريقه اتبدلت ل 4-3-3 ولا 4-4-2. ما تعرفش فيريرا يقصد ايه من تدريبه لنادي الزمالك. فيريرا ما تفهمش في دماغه ايه. فيريرا اتمسحت اللعيبه من دماغه كلها. اتمسحت خطوره اللاعب ده فين، اتمسحت خطوره احمد السيد زيزو يلعب ازاي، اتمسحت خطوره الجزيري يروح فين ويتقدم امتى ويرجع امتى وازاي توصل له الكوره، وازاي جزيري تسدد الكوره على مرمى الخصم، وازاي احمد السيد زيزو تمرر الكوره لشيكابالا، ووقت ما تشوط الكوره امتى تسددها على المرمى. اتمسحت منه الافكار دي كلها فيريرا. لذلك فيريرا النهارده مش هو المدرب الحقيقي لنادي الزمالك، والكلام ده قلته في الفيديو اللي فات. الزمالك يحتاج مدرب على اقصى سرعه. اسامه نبيه ملقن فقط لافكار فيريرا ولكن ملهوش دور في المباراه خالص. مصطفى شلبي مكان شيكابالا، عمر جابر مكان نيمار. ايه الهدف من التبديلات دي؟ ما تعرفش نهائيا. الزمالك يهدر اسهل فوز خارج ملعبه كان النهارده امام المريخ السوداني. لازم الزمالك تشوف حل في المدير الفني او تجيب بديل على اسرع سرعه، لان كده مباراه مهزوم فيها داخل ارضك ومباراه خارج ارضك متعادل فيها. المفروض كانت اسهل مباراه خارج ارضك تفوز فيها امام المريخ السوداني. ما حصلش، ولكن في حاجات ايجابيه. ثقه عواد رجعت له تاني بالكوره المتسدده دبلوكيه من رمضان عجب، انقض عليها انقضاض بصراحه جيد وفوق الجيد وممكن يكون ممتاز. عواد رجعت له ثقته بنفسه. اما باقي اللعيبه مفيش منهم ولا حاجه. لما نقارن الزمالك بمباراه سموحه، لا النهارده امام المريخ السوداني افضل بكتير، مع انه فايز امام سموحه 3-1. ولكن لا، النهارده الزمالك امام المريخ السوداني افضل بكتير. شفنا عواد، شفنا تحركات من اللعيبه دون جدوى، ولكن في بصمه امل. يا ريت شيكابالا ما كانش بدا المباراه النهارده، ولكن هو طبعا فيريرا مش هو مدرب الزمالك، مش هو النهارده. المفروض شيكابالا كان ينزل كبديل مش يستبدل ويلعب من بدايه المباراه. المباراه عدت بخير وسلام. الزمالك اهدر الفوز، ولو قلنا ان الزمالك فلت من هزيمه ممكن نقول ايضا. ولكن النهارده الزمالك مش عارف يعني فيريرا مش هو جوزيه. يعني اللي متخيل ان فيريرا هو جوزيه، لا مش هو جوزيه ولا هيكون تلت جوزيه. بعدين ممكن نقول تأييد اللعيبه اللي ما تأيدوش دول محمود شبانه واحمد بالحاج وناصر منسي، ممكن نقول هم دول اللي رابكين حساباتنا الزمالك. هو يعني كان ممكن الزمالك مثلا قيادتهم افريقيا يعني مثلا، يعني ايه ما ممكن انت لسه رحت للجنه فض المنازعات. يعني لجنه فض المنازعات دي ممكن تقول لك ايه؟ نظرا لحاله اللاعبين ممكن يرجع لك كل لاعب على النادي بتاعه وعلى مجلس اداره النادي بتاعه يسد الفلوس لاتحاد الكرة من مديونيات الزمالك اللي عليهم لاتحاد الكرة. الزمالك كده ممكن يستفاد بمحمود شبانه بس اللي هو عايره فقط لا غير. انما ممكن يقول لك اللعيبه دي ترجع لانديتها عشان خاطر اللعيبه نفسيتها ما تتهدش او نفسيتها ما ترجعش او كده. ولكن انت ما تقولش اللعيبه خلاص هتيجي الزمالك ما دام لسه في لجنه. ليكاردو مدرب المريخ السوداني هو كان بيدرب الاسماعيلي، تحسه حافظ الزمالك صم. كل خطط فيريرا افسدها. احمد سيد زيزو مش عارف يدخل داخل المرمى او يسدد. شيكابالا مش عارف يخترق دفاعات المريخ السوداني. احيانا شيكابالا كان بيرجع ورا من انتفاضه لعيبه المريخ السوداني عليه. فيريرا ما عرفش يكتشن المباراه صح، ودون الناتج ان الناس اللي حواليه بما فيهم اسامه نبيه ملهوش دور في الملعب مع فيريرا. فيريرا متمسك بشيكابالا، اسامه نبيه الله اعلم. الزمالك
اتعادل وأهدر فوز أسهل ما يكون خارج ملعبه. لذلك الزمالك بيلعب بدون مدير فني حقيقي.